شاب مصري سابق سنه بدأ ب5,000 دولار وغير بيهم شكل التعليم في الوطن العربي. أسس آي سكول ووصلت قيمتها لأكتر من 100 مليون جنيه. عايز تعرف الحكاية؟ كمل الفيديو للآخر وهتشوف المفاجآت بنفسك. محمد جاويش شاب مصري اتخرج من كلية الهندسة قسم كهرباء وإلكترونيات، بس الحكاية هنا مش حكاية شهادة، دي حكاية طموح وإصرار وهدف واضح. مش بس كده، دي حكاية واحد قرر إنه يغير شكل التعليم في مصر والمنطقة كلها بإيده. من أيام الجامعة محمد ما كانش بيذاكر لنفسه بس، كان دايما حريص إنه يشارك اللي بيتعلمه مع غيره، يساعد زمايله ويدرب طلاب أصغر منه ويشده في إيد أي حد عايز يتعلم. كان شايف إن العلم لازم يتشارك مش يتخزن. سنة 2017 ولسه ما كانش اتخرج، جاله منحة يسافر أمريكا ويدرس ريادة الأعمال وإدارة المشاريع في كيلي سكول أوف بيزنس التابعة لجامعة إنديانا، وهناك شاف بعينه ازاي المشاريع بتبدأ من فكرة وتكبر وتبقى كيان ضخم، وبدأ الحلم يكبر جواه أكتر. بعدها جات له فرصة إنه يكمل في اليابان لأنه كان حصل على شهادة أول حكم روبوت سومو على مستوى الوطن العربي وإفريقيا، وده من شركة فيرجي سوفت، وكمان كان المدير الإقليمي للمسابقات دي في المنطقة. وبجدارة حصل على توصية إنه يعمل ماجستير روبوتكس في جامعة كوشو اليابانية. بس محمد كان شايف حاجة أهم، كان شايف إنه العالم كله بيتطور في التكنولوجيا بسرعة خرافية، بس احنا في مصر لسه التعليم التكنولوجي مش واخد حقه. هنا جات اللحظة الفارقة، قرر يرجع مصر بدل ما يكمل بره، وقال ليه ما نكونش احنا البداية؟ ليه ما نأهلش جيل جديد يعرف يبني ويفكر ويبتكر من وهو صغير؟ ومن هنا بدأ مشروع حياته، أسس آي سكول، أول منصة مصرية أفريقية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للأطفال والشباب، وده من سن 6 سنين لحد 18 سنة، واللي خدت اعتماد دولي من منظمة STEM العالمية. المنصة دي مش مجرد شرح على الانترنت، دي تدريبات حية اونلاين مع مدربين محترفين باللغة العربية والانجليزية، وبتغطي مجالات متقدمة زي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتصميم المواقع والالعاب والVR والAR وكل حاجة حديثة في العالم التكنولوجي. الاجمل بقى ان المنصة دي بدأت براس مال بسيط جدا، 5000 دولار بس، وتأسست في ابو ظبي، ودلوقتي بقت منتشرة في كذا دولة، وقيمتها السوقية وصلت لأكتر من 100 مليون دولار. يعني مشروع اتولد من حلم وبقى حقيقة كبيرة جدا. دربت آي سكول أكتر من 8500 طالب وطالبة في 10 دول مختلفة، وساعدتهم يا إما إنهم يدخلوا جامعات قوية بمنح زي أمريكا واليابان، يا إما يشتغلوا في مجالات التقنية أو الفريلانس، أو حتى يبدأوا مشاريعهم الخاص. محمد جاويش مش بس مؤسس الشركة، ده بقى نموذج يحتذى بيه في العالم العربي كله، وده بان جدا بوضوح لما حصل على جائزة مؤسس العام من جوائز المؤسسات الناشئة العالمية، ده كان سنة 2021. كمان اشتغل كمستشار تعليمي في شركة ميك بلوك من 2019 ل 2020، وكان مدير البحوث والتطوير في شركة أمبير للروبوتات، وده من سنة 2015 ل 2016. كل ده وهو لسه شاب صغير. النهارده محمد بيكمل في نفس الرسالة، عاوز يخلي كل ولد أو بنت في مصر والوطن العربي عنده فرصة يتعلم التكنولوجيا الصح ويفهم يعني إيه ذكاء اصطناعي ويكون جاهز للمستقبل من بدري. شاب زينا بس قرر يمشي سكة مختلفة، سكة العلم والتأثير. النهارده هو مش بس في قصة نجاح، هو باب جيل جديد علشان يكمل وراه.